طبعا اولا بنرحب بالمحافظ وفرحه العيد ما بتكملش غير وجود اخواتنا معانا في كل المناسبات. توفيق معالي المحافظ عزيز علينا، ربنا يكرمه لينا. احنا بندعيله اولا بندعي لسياده الرئيس دايما في كل صلواتنا، وكانت الرئيس عبد الفتاح السيسي ربنا يديله الصحه والعافيه والحكمه زياده فوق حكمه فوق حكمه. معالي المحافظ اللواء طارق مرزوق محافظ الداخليه جاي عشان يعيد علينا، ربنا يعوضه تعبه هو وجميع المسؤولين وكلاء الوزاره والنواب، ربنا يوفقه خير ونسمع منه كلمه كلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الإنسان بيبقى في غاية السعادة لما بيحس فعلا إنه رايح مكان بيحب يروح. وأنا بصفتي محافظ الداخلية كنت سعيد جدا إنه أكون معكم السنة اللي فاتت في الصلاة وأشارككم بليلة الصلاة ونسمع العظة من نيافة الأنبا أكسيوس اللي أنا بكلمه كل تقدير واحترام كل رجال الكنيسة الأعزاء، طبعا شعب الكنيسة الغالي اللي أنا دايما بتولد بيه في كل مكان، ودايما بيدعموني بتشجيعهم بدون طاقة إيجابية. فمفيش أجمل من إن احنا نرد هذا الجميل بإن احنا نبقى موجودين معاكم النهارده علشان نقدم لكم خالص ابتهال وأجمل الأمنيات بعيد الميلاد الجديد. ربنا يديمه عليكم ويديمه على مصر كلها وعلى العالم كله بالسلام والأمان، والمصر بالأمن والأمان والاستقرار. وطبعا أنا ما كنتش إلا لما سمعت أغنية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو النموذج اللي كلنا بنحتذي بيه في كل خطوة بتخطوها، لأنه مثل حقيقة للوطنية والإخلاص والمحبة والعمل الجاد والحب المخلص الحقيقي لكل أبناء هذا الشعب. غيور عن مصر، غيور علينا كلنا. فإحنا مجرد إن إحنا زي ما بيقولوا كده حتة من فخامة الرئيس وجايين نقول لكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن كل الجهاز التنفيذي اللي موجود في المنطقة وكل السادة أعضاء مجلس النواب الإعلاميين الحاضرين من كل الجهات، إخوة جميعا على هذه البلد الغالية، نقول لكم كل سنة وانتم طيبين، ويا رب ما يحرمنا من ان احنا نجيبكم كل سنة وفي كل عيد ونقول لكم كل سنة وانتم طيبين. ويا رب ما يحرمنا من وجودكم معانا في أعيادنا، وانتم تيجوا تعيدوا علينا واحنا نعيد عليكم ونخبط على بعض، وتفضل مصر كلها نسيج واحد متماسك لا يستطيع احد انه يمزق فيه او يحاول انه يفتت منه. وكل المحبه وكل معاني الكلمات الجميله اللي انا بسمعها من العظات. انا كنت مع الاحتفاليه
إلى في الكنيسة الإنجيلية، وكانت كلمات كلها رسالة بتاعت سيدنا عيسى، المحبة، السلام، رئيس السلام. هو ده فعلا المعنى الحقيقي بيحافظ على بلدنا. احنا ما حدش هيقدر علينا ابدا طالما احنا متمسكين، طالما وطالما كل واحد مسؤول فينا بيأدي اللي عليه. وباذن الله ربنا يحافظ عليكم، ويا رب ندعي مع بعض جميعا ان كلنا نبقى موجودين السنه الجايه هنا، محدش ينقص مننا، وتفضل مصر في زياده مش في نقصان، وفي ازدهار وامن واستقرار، ويديم عليكم كده المحبه، ويديم عليكم هذا الرجل الكريم العظيم كلماته. ربنا يحافظ عليه يا رب. كل سنه وانتم طيبين. أنا هستأذن من حضراتكم علشان أترك في حالة الخشوع والوصية الجميلة اللي انتم فيها، وبعتذر عن إن أنا قطعت هذه الخلوة وهذه اللحظات جميلة، ويا رب يتقبل منكم وادعوا من تحبكم لمصر بالدوام والاستقرار. شكرا. So
من الله